هاي 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 يا حلوين عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم ايه عن شخصين. فهنحكي على اول حاجة على اللي هم برضو بيسموا نفسهم نقد. وانا برضو انا بقول رأيي، انا مش معتبرة نفسي خالص ناقدة ولا الحوارات دي خالص. ف يعني ايه عمالين يقولوا ايه؟ بيكتبوا تترات كذب مغتربة. طب وانتوا كنتوا مع ده او ده؟ ما تسيبوها، ما كل واحد بيقول اللي بيقوله. هي بتقول ان انا هطلع اثباتاتي، يبقى انت ليه فرضتي ان هي كدابة؟ انا مش معاها ولا معاه، انا بقول كلام حقيقي. احنا ما كناش معاهم هما الاتنين، وما عشناش معاهم، وما نعرفش مين الكذاب ومين الصادق عشان انت تطلعي تقولي كذب او صدق وتكتبي تترات قوية لجذب المشاهدات. احنا حقيقي ما عشناش مع الاتنين، وما نعرفش ايه داخلياتهم. فيعني احنا بنسمع، إحنا بنسمع هي بتقول إن أنا باطلّع إثباتات وعمّالة تحلف على المصحف وتحلف كل ده وتقول الكدب. ما أعتقدش يعني إن هي للدرجة دي يعني. وأفتكر إن هي اللي سابقاه يعني بسنين، وأكيد هي اللي كانت معاها كل الصلاحيات وهي اللي معاها الفلوس يعني. هو لو كان قدر يعمل حاجة من غيرها كان عمل يعني، قعد قبلها 6 سنين ما عملش ليه؟ بس دي حكاية. حكاية تانية، أنا كنت عاملة فيديو عن طاقية السلطان، بس مش عارفة ليه أمّا تكون قناة كبيرة وهي متأكدة إن أي حاجة تاخدها من قناة صغيرة إنها تتنسب ليها direct، وأي حد هيقول عكس كده هيتهاجم ويتشتم ويتلعن. ليه الأمانة إن هي ما تقولش إن الوصفة مش بتاعتي وإن أنا واخداها؟ مش هتقلل منها، بس ليه تعمل لغط وتعمل حكايات؟ وأنا هاجيب لكم الدليل زي ما قُلت في الفيديو. كنت باكل يعني. فاصل طبعًا لإن ده فلتر، أنا صريحة، لو هاطلع بشكلي هاقول. المهم يا ولاد إيه، فباقول هي قناة كبيرة الواجب عليها أمّا هي تاخد من حد صغير أو هو مش صغير، لإن أنا قُلت الفيديو كان لقناة كبيرة وعندها مشاهدات كتيرة. بس اليوتيوب الحاجة طالما عدِّت عليها شهرين 3 ما يعني بتتنسي يعني، مش بتفضل مستمرة، بتعمل ترند في الأول وبعدين خلاص. فهي كانوا القناتين يعني الاتنين الله أعلم مين واخدها قبل مين، بس هُم كانوا الاتنين، واحدة لبنانية وواحدة مصرية، بس أنا القناة العربية حاجة زي كده. هي اللي عاملاها من شهرين فعلًا ونُص زي ما آلاء الجبالي، أنا اسمحي لي أنا هاقول اسمِك يعني، ذكرت في برنامج وأنا هاجيب حتّة صغيّرة، إن هي فعلًا من شهرين ونُص زي ما أنا ما قُلت في الفيديو، يعني أنا مش هاتبلّى عليها، أو أي حد قال إن الوصفة دي معمولة من شهرين ونُص، بس صاحبة الترندات خدتها. هي حلوة، مش هانكر إن هي السِت كويسة وأنا باحبها وكذا مرّة أأكد إني باحبها، مش معنى إني بنقول الحقيقة إن إحنا ضدها أو إن إحنا بنكره الشخص ده. وهي كمان بتطلع المشكلة إن هي بتطلع تقول أنتم ليه ضدي؟ طب ما تقولي الحقيقة والناس مش هتبقى ضدِك طبيعي. قولي إن أنا باخد من قنوات صغيرة، إيه المشكلة عندِك يعني؟ أنتِ محظوظة إن أنتِ بتتشافي وليكِ متابعين كتير، وممكن برضه يمسحوا بأي حد الأرض لو حد قرر ويقول الحقيقة. وأنا ما باخافش، اللي عايز يقول يقول، أنا باقول الحقيقة. يمكن القنوات اللهم صل على النبي، كنت هاقول إيه يا ولاد؟ نسيتوني. المهم الفلتر بقى، الله يخرب بيت الفلاتر. شُفت كده واحدة طالعة من غير فلتر، يا أختي ما حدش يبُص فيها، ما إحنا لو من غير الفلاتر دي والنبي ما حد هيبُص في وش حد، دي الحقيقة وده الواقع يعني. حتى أنا مش هتبُص في وشي لو من غير الفلتر الجميل الروعة ده. المهم إيه، خلّينا بقى في الكلام المفيد اللذيذ اللطيف. دي الحقيقة. إن هُم يمكن قنوات مش معنية أوي بإن هُم يطلعوا يدافعوا، وما لهمش طبعًا بقى صفحات والكلام ده، هُم ليهم بس إيه، يقدّموا محتواهم وبس. يمكن ما طلعوش يدافعوا عن نفسهم ولا حتى ذكروا إن الوصفة متاخدة منهم، بس الحمد لله في ناس عندها أمانة وبتطلع تقول، زي مثلًا آمم، الشيف آلاء الجبالي
قالت في قناة تلفزيونية وقالت اسم الصفحة، بس أنا الصراحة دلوقتي ناسياها وما عنديش استعداد أبحث الصراحة يعني، لأن أنا قلتها في الفيديو اللي فات قبل كده، وهحط لكم لينك الفيديو يعني. نسيت، زهايمر. المهم هما كانوا قناتين قلت عاملينهم الاتنين في توقيت يعني مقارب لبعض، عايز ايه تدقق قوي بقى مين عاملها قبل مين بكام يوم وبكده، بس المهم ايه، ربنا كرم يعني الوصفتين والاتنين جايبين مشاهدات حلوة يعني. ويمكن كمان للأمانة كمان أكتر إن الوصفة دي بتتعمل في أعياد الميلاد، في الكريسماس، يعني كمان هم يمكن واخدينها كمان من الأوروبيين أكتر كمان. بس بقى يا ولاد، فهو ده الكلام. وأنا إيه هحط الفيديو، هو مش عارفة هيطلع قد إيه، بس المهم إيه، أنا هحاول يعني بقى أغير الصوت حبة ولا بتاع، أما أقعد كده واسترجع قوتي العقلية. نسيت. المهم فبنقول يعني للأمانة، أما حد ياخد حاجة من حد يذكر إن هو خدها من قناة مغمورة، مش عيب يعني، ما هو انتوا كلنا بناخد من بعض يعني. وشرحت قبل كده يعني، هي وصفة الكشري، حد عارف مين اخترعها ولا مين ألف، كان عنده ايه يعني وحط ده على ده، بس هي كل المصريين بيعملوها، محدش بيقول ايه ان دي بتاعتي ولا بتاعت غيري. وصفة كل الأكل المصري كلنا بنعمله بنفس الطريقة، يعني في اللي بيفتكس حبة ويقول لك إيه، أحط طشة توم زي ما أنا ما عملت في أمي جربتها وقالت حلو على فكرة، وأنا أساسا كنت واقفة، بس أمي بتقول الصراحة برضو، قال إيه الناس الفلاحين يعني اللي هم عايشين في الأرياف قال بيعملوها بالطريقة دي، مش عارفة يعني، بس كانت المصريين بيعملوا اللي هو ايه، اللي هو السبانخ، كده طبيخ عادي يعني بالتومة في الاول مع البصل، بس انا ايه جبتها، بس بتقولي لا ده ليها اصل ان هي فعلا بيعملوها كده، الله اعلم بقى. انا قلت لها اعمليها كده، قالت لي عملتها وطلعت حلوة، قلت لها وانا اقول لك على حاجة وحشة برضو؟ والنبي انا لو كنت اما بعمل وصفة لو هي مش حلوة ما بنزلهاش يعني الصراحة، ما بيهمنيش التصوير، المهم الحاجة تبقى كويسة يعني. بس بقى فباقول يعني الأمانة كانت تُحتِّم عليها وما تسيبش اللغط ده كُلّه، وكُلّه يضرب في بعضه، وإن هي اللي كانت، وهي عشان يعني هي بقى متشافة يعني مثلًا، بس وما حدش بقى يكرهني، أنا ما باكرههاش، بس أنا باقول الحقايق، وأكيد آلاء الجبالي أمّا ذكرت الحقايق دي أمانة، يعني الناس بتذكر الأمانة وخلاص. بس يا ولاد فللأمانة أمّا حد ياخد حاجة من حد يعني ده مش هيقلل منّك، بالعكس الناس هتحترمك، إن القناة دي مثلًا مغمورة أو مش متشافة وأنت خدتها، وربنا كرم الوصفة على إيدك يعني، بس أمّا تذكر بتبقى حلوة يعني في حقك، إن أنت مش أنت فاهم كل حاجة وإن أنت عارف كل حاجة، و وطبعًا متابعينك بيحبوك لدرجة ممكن يفرموا أي حد يقول عنك أي كلمة، مش عارفة ليه يعني، إحنا مش أنبيا يا جماعة، والله يعني أنا مثلًا لو اتشهرت أنا مش نبية، أنا ليّا أخطائي، وكل إنسان ليه أخطاؤه، إحنا مش أنبيا، إحنا بنغلط وعندنا غلطاتنا، ولازم نفهم كده يعني اللي أنت بتتابعه حبه وكل حاجة، وأنت لو ما حبيتوش مش هيطلع يعني ومش هيظهر. حبّه وكل حاجة، بس اتأكد إن هو برضه ليه أخطاؤه زي أي حد يعني، هو إنسان يعني بس في النهاية. بس بقى أنا هاسيب لكم الفيديو مش عارفة بقى، بس ربنا يستر كمان إيه وما آخُدش عليه حقوق بقى. المهم يعني هاحاول أغيّر كده شوية من الصوت يعني، وأورّيكم إن هو معمول من قبل الوصفة أمّا تبقى trend بشهرين ونُص، يعني هي كانت لسه ما عملتهاش أساسًا. بس بقى يالّا أشوفكم على خير، سلام، باي، باي. لايكات، اوعوا تنسوا اللايكات. هي نازله تقريبا من شهرين ونص، هي مش جديده خالص، بس هي ظاهره اليومين دول ترند شويه. انا في رايي شايفه ان هو عيش بالشوكولاته، يعني هو الاكتر منه عيش، لكن هو هش وكل حاجه، لكن يعني هو بصوا شايفين، اكتر من طعمه عجينه اكتر، ظريف فكرته كفكره لذيذه كشكل حلو. زي ما قلت لكم هو يمكن واخد عجينه اكتر، عجينته كتير شويه، كشكل ظريف زي ما قلت لكم. عملناه النهارده مع بعض، وزي ما قلت لكم انا قلت في الهوا على الطريقه الاصليه بتاعت الشخص اللي عملها، وادي العجينه كمان عملناها على الهوا.